ازيكم عاملين ايه؟ منوريني في قناتي، قناة اوزو في المطبخ. هنعمل مع بعض في الحلقة دي العيش بالطريقة اليابانية، وهيبقى حلو وهش وطري زي ما انتوا شفتوه كده في الاول. جبت نص كيلو من الدقيق نخلاه طبعا، عليه كوباية صغيرة مليانة من لبن البودرة، ودلوقتي دي معلقة سكر، معلقة صغيرة مليانة، ونص معلقة من الملح. والخميرة دي الخميرة البلدي، عبارة عن معلقتين كده صغيرين مليانين من الخميرة البلدي أو قطعات خميرة بلدي. أنا مبحبش استخدم الخميرة الفورية طبعا لأن فيها كيماويات، فعلى طول بستخدم الخميرة البلدي. ودوبتها بشعرة سكر بمية دافية، ومليت الكوباية كده مية دافية. ودي كده كانت أول كوباية مية بالخميرة، ودي تاني كوباية. الكوباية دي طبعا مطرح اللبن البودرة حطيت فيها المية الدافية، دي مية دافية. كده انا استخدمت كوبايتين. برضو زي ما بقول كل مرة، كل دقيق على حسب نوعه بياخد من المية. وهتتلف كده. انا نسيت اقول ان انا كان في كمان معايا بيضتين، ضربتهم بشعرة فانيليا، بس خدت من بيضة منهم صفار وركنته في جنب عشان هدهن منه الوش، والباقي حطيته في قلب العجينة. بس سامحوني اللقطة دي اتقطعت مني. فدلوقتي كده العجينة دي فيها بيض برضو زي ما انا قلت. وهتتلف بالشكل ده. هي هتمسك في الايد لان هي العجينة دي ناعمة، هتشبط منك في الايد كده في الاول، بس برضو هتدنك تلفيها على الكونتينر كده لحد ما تسيب من الايد من ايدك. دلوقتي انا هجيب كده حبة دقيق ارشهم يساعدوني بس في لفها. هتفضل تمسك في ايدك كده لحد ما تسيب من ايدك. بس اهم حاجة تلفيها كويس، العجينة دي برضو معتمدة على ان انتي تلفيها كويس، تعجنيها كويس. والعيش ده برضو بيسموه العيش القطني. اهي فضلت الف فيها لحد ما سابت من ايدي، بتشبط في الايد برضو بس على خفيف خالص مش زي الاول طبعا. دلوقتي هجيب معلقة كبيرة مليانة من الزبدة. الزبدة دي بحرارة المطبخ زي ما انتم شايفينها كده، حطيتها في النص كده وهبدأ الف العجينة بيها. دلوقتي انا مسرعة الفيديو عشان بس ما يطولش عليكم. الفها قوي كده بالشكل ده لحد ما الزبدة تمسك في العجينة كلها. هتمسك برضك في ايدك، هتدنها تمسك في ايدك، بس تفضلي لفيها قوي. شايفين عادي خالص الزبدة بتطلع منها وبلمها تاني. انا ما قطعتش اللقطة دي عشان تشوفوا بس هتلف ازاي بالزبدة. تفضل تمسك في ايدك لحد ما تلاقيها خلاص سابت من ايدك، بس هتبقى طرية برضو وناعمة. اهي بدأت خلاص، اهي سابت من ايدي، بتشبط برضو بس مش للدرجة. انا عايزاها كده، هي لازم تبقى كده. دلوقتي انا هسيبها تخمر. سبتها حوالي ساعة الا،
طبعا هتسيبيها في مكان دافي، غطيتها بالبلاستيك راب. وبعدين بعد ما خمرت اهي، كلنا عارفين طبعا التخمير، تخمير اي عجينة ما ينفعش ان انت تخمريها في فرن حامي. وتسيبيها تخمر براحتها خالص، بس تحطيها في مكان دافي بس. فردتها كده عشان اعرف اقطعها، حطيت تحتها البلاستيك راب. ممكن احطها على الرخامة بتاعتي عادي، ما تقلقيش خالص، لو حطيها على الرخامة مش هتشبط خالص فيها ولا هتمسك فيها. شايفين مفتحة ازاي وناعمة خالص. فردتها خالص كده عشان اعرف اقطعها كور، وهخليها كلها متساوية زي بعض. وبدأت اقطعها 4/4، وكل ربع هقطعه ل3 قطع او 3 كور. دلوقتي هبدأ اكورها. وكمان معايا جبنة رومي. جبنة رومي انا بشرتها، بس بعديها قلت يا ريتني ما بشرتها، كنت سبتها قطع كده وحطيتها في قلبها. دلوقتي دي كده العجينة. طبعا كل قطعة تمسكيها هتفرغي منها الهوا خالص، تتكي عليها خالص كده وتفرغي منها الهوا. شايفة ناعمة ازاي ومتشبطش خلاص في الايد، بتمسك بس كده في الايد بس مش بتلزق قوي، هي لازم تكون ناعمة كده. دي كده هحط الجبنة الرومي في قلبها. ممكن تسيبيها برضو من غير جبنة رومي، بس انا حبيت احشيها طبعا عشان يبقى ليها طعم برضو. وزي ما قلت كان افضل ان انا اسيب الجبنة الرومي قطع واحطها في قلبها كده كتير عشان تبقى مليانة في قلبها. او ممكن تسيبيها مبشورة برضو بس تكتري في قلبها عشان بس يتحس بطعم الجبنة الرومي. انا حطيت في كل قطعة معلقتين صغيرين من الجبنة الرومي، بس كان المفروض ازود كمان. دي صينية انا دهناها من الارضية زيت، بس هيبقى خفيف خالص، مش هتكتري خالص الزيت لان العجينة ممكن تمسك في الصينية. فالزيت دايما سواء العيش ده او عيش فينو على عادي، لازم الصينية تبقى مدهونة زيت على خفيف خالص. اهو زي ما انا قلت قسمت كل ربع ل3، والفها بقى كلها كور وكلها احط في قلبها جبنة رومي. وهبدأ احط كل كورة جنب اختها بالشكل ده، احطهم كده جنب بعض وانا بلفهم وبحطهم في الصينية. كانوا بيخمروا، ما خدوش وقت خالص في التخمير، هو الوقت اتاخد في الخطوة الاولانية بتاعت التخمير. والكور اهي جنب بعض كله، سبته يخمر زي ما انا قلت. سبته يخمر يعني خمر حوالي نص ساعة او اقل كمان لانه مخدش وقت خالص. والفرن طبعا كان حامي،
ده اهو بعد ما خمر. ولعت الفرن، والفرن لازم يكون حامي. انا عندي بولع الشوايه وبولع الفرن من تحت. في افران لا ينفعش تولعي الشوايه مع الفرن من تحت، فهتولعي تحت وتخلي الفرن حامي وتدخليه، وبعدين اول ما ياخد بقى صفار كده الارضيه ويستوي هتولعي الشوايه عليه عشان يصفر. ومعايا دلوقتي الصفار البيضه اللي انا سبتها، طبعا حط عليها برضو شعرة فانيليا عشان الزفاره. العيش ده حلو قوي برضو للمدارس، ممكن ان انتي تحفظيه في الفريزر للاطفال، يعني تحفظيه في الفريزر وتطلعي منه على قد ما انتي عايزه، هيطلع يبقى طري طبعا. وفكرة جديدة وشكل حلو غير العيش الفينو برضو اللي احنا عارفينه. كله طبعا هيدهن من صفار البيضة كده، وهدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180. هحطه من تحت عادي، وزي ما انا قلت انا ولعت الشواية وولعت الفرن من تحت بس. ودي كانت حلقة النهاردة، ويا رب يكون عاجبكم العيش الياباني بالطريقة اليابانية. واتمنى ان انتم ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة. انا اهو بسلكه من الجناب عشان بس لو ماسك، عشان عايزة اطلعه كده كله على بعضه ما يكونش في حاجة متقطعة. شايفين هو لسه سخن اصلا. اي حاجة مثلا لو ماسك في اي حتة مثلا سلكيها كده بالراحة ونزليه. الارضية الاحراف دي مطرح بس البيض ما وقع لتحت بس. وشوف الارضية صفر ازاي وحلوة. وطري وهش وجميل جدا، وبيحتفظ بالرطوبة بتاعته، ما بينشفش خالص. وبالهنا والشفا.